السلام عليكم. في الحلقة اللي فاتت قلنا إن البروسيسور بينفذ الأوامر بسرعة مرعبة، وقلنا كمان إن جواه مليارات المفاتيح الصغيرة اسمها ترانزستورز. لكن السؤال الحقيقي هنا إيه هو الترانزستور أصلا؟ وليه حاجة صغيرة بالشكل ده اتبنى عليها كل الكمبيوترات والموبايلات والعالم الرقمي؟ خلينا نرجع بقى خطوة لورا. تخيل معايا إن عندك مفتاح نور. المفتاح ده ليه حالتين بس، يا مفتوح يا مقفول، صح؟ أكيد. الترانزستور بيعمل نفس الفكرة بالظبط، لكن بدل ما بيتحكم في النور هو بيتحكم في الكهرباء جوه شريحة إلكترونية صغيرة. يعني ببساطة الترانزستور مفتاح كهربائي صغير جدا يفتح أو يقفل بس. مفيش نص حالة ومفيش درجات، يا كهرباء معدية يا مفيش كهرباء. وهنا يظهر بقى الصفر والواحد. فاكر لما قلنا إن الكمبيوتر بيفهم لغة واحدة بس هي صفر وواحد؟ السبب الحقيقي لأن هو ده الترانزستور بيعرف يعمل حاجتين بس، يفتح أو يقفل. فبقى طبيعي جدا إن لغة الكمبيوتر نفسها تبقى حالتين بس. بس المفاجأة، ترانزستور واحد هيعمل كمبيوتر؟ لا طبعا، ولا حتى ألف. الكمبيوتر الحقيقي بيبدأ لما ملايين ومليارات الترانزستور دي بتشتغل مع بعض. تخيل كده إن في مدينة كاملة كل باب فيها مفتاح. البوابات دي تفتح وتقفل بترتيب معين، ومجرد ترتيب الفتح والقفل يقدر يعمل بقى حسابات، مقارنات، قرارات. ومن هنا بقى تبدأ تظهر العمليات المنطقية. البروسيسور اللي في موبايلك ده ممكن يبقى فيه أكتر من 10 مليار ترانزستور، كل واحد فيهم بيفتح ويقفل مليارات المرات في الثانية. تخيل الرقم ده بقى. لكن لسه في خطوة ناقصة. لو الترانزستور مجرد مفتاح، ازاي المفاتيح دي تتحول لحسابات؟ ازاي فتح وقفل يتحول لجمع أرقام أو مقارنة أو تشغيل برنامج؟ هنا بقى بيظهر مفهوم مهم جدا اسمه المنطق الرقمي. في الحلقة الجاية هنشوف حاجة مدهشة جدا، ازاي مجموعة صغيرة من الترانزستورز تقدر تعمل آلة حاسبة كاملة. ومن اللحظة دي هتبدأ تشوف الكمبيوتر بعين مختلفة تماما. خليك معايا وما تنساش تعمل سبسكرايب.